صباح الخير أعزائي المشاهدين. ماشي. النهارده في حاجة جميلة جدا هنا في محافظة المنوفية وبالتحديد في مدينة السادات. زي ما حضراتكم شايفين الفلتر ده حاجة جميلة جدا. مين اللي اخترع الفلتر ده والفلتر ده بيعمل ايه؟ ده اللي احنا هنتكلم معاكم خلال اللايف وهنقول لكم الفلتر ده بيعمل ايه بالظبط. الفلتر ده ازي حضرتك يا باشمهندس؟ الله يخليك يا حبيبي. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. يا رب دايما. كلمنا على الفلتر ده بقى، يعني الفلتر ده وحجمه بيركب كده. على عربيات الاتوبيسات، عربيات النقل، كل المحركات ومختلف انواعها. فلما ركبته على ونش تقيل يعني زي الاتوبيس، زي العربيه النقل. والقصه مجدي راجل سواق عليه بقاله عنده 3 اشهر، مش 3 اشهر شغال، وعملنا عليه تجارب الفلتر وعملنا ده بيركب على كل المعدات ومختلف انواعها، مولدات، كهرباء، كل حاجه. يعني جميع المعدات هو بيركب عليها. كل المعدات. هو بيركب عليها عادي يعني، وبيبقى حاجه كويسه جدا. كل المعدات بمختلف انواعها. تمام. على حسب الحجم بقى، انا شايف ان ده حجم كبير يا فندم. ايوه، ما هو حجمه كبير، ده حجم ما انا بفصله على حسب قطر الماسوره. يعني ده خارج 4 بوصه، العربيه زي موتور كبير مش ممكن طبعا. يعني بقى بس حضرتك يا باشمهندس تفهم الناس الفلتر ده عباره عن ايه؟ يا باشا انا قلت لك مواسير، انا ربطتها بطريقه معينه، صنعتها بفكره معينه. الفكره دي حسيت من عند ربنا ليه؟ لان وفرت في الوقود. وفرت فين؟ في الوقود. اي حد مؤمن كان هو عبقري العباقره، فلازم نعرف ان في ربنا. زي ما ربنا قال. تمام. يلا نكمل مع حضرتك. يلا اتكلمنا على احجام الثلاث وثلاث ماشي كده. انت شفت الفلتر الكبير والونش شغال عليه. الونش شغال عليه والتجربه نجحت 100% يا باشمهندس. 3 اشهر. 3 اشهر. ووفر 40%. هو بيركب على كل المعدات يا باشمهندس؟ ومختلف انواعها. انا هجيب لك في عربيه نص نقل جايه دلوقتي، الجامبو هتشوفوها. تمام. دي العربيه الملاكه يا باشمهندس. اتفضل يا فندم. احنا دلوقتي بنقول ان هو بيركب على جميع المعدات، شفناه على الونش ودلوقتي شفناه على عربيه ملاكه. وهتشوفوه دلوقتي على عربيه نص نقل. كلمنا محمد يجي. نعرف الناس، هل ممكن يأثر على العربيه؟ يعني ممكن يأثر على امكانيه العربيه او في اضرار فيه؟ يا ابني انا قلت لك ايه؟ لو في ضرر السواق كان رماه. يعني انا مش هجلك معاك وانت سواق ولقيت الفلتر عملت مشكله في الموتور، هتقبلي تركبيه؟ لا، دي 4 اشهر. ايه في ايه؟ فطبعا يعني ما فيش اي تاثير على المحرك نهائي. لا حراره، يمكن هيخفض لك في استهلاك الزيوت كمان. الفلتر زي ما حضرتك قلت جميع المقاسات، يعني في ليه مقاسات مختلفه. طبعا حسب قطر، يعني ده يركب على عربيات النقل. هل ده حجمه زي حجم الصغير ده؟ لا، هو بيبقى ليه احجام مختلفه طبعا. يعني انا الونش عندي قطره 4 بوصه، ما ينفعش يبقى زي ده. ده قطره 3 بوصه، ما ينفعش يبقى زي ده. كل حاجه بتتعمل على مقاس وقطر الشمال. قول لنا يا باشمهندس، اكيد في تحديات وصعوبات قابلتك اثناء اختراع الفلتر ده. حضرتك قلت لنا مريت بخطوط تجربه عشان طبعا عايز ايه يا ابني. الافكار او الاختراعات ما بتتولدش كده. يعني واحد انا قعدت 15 سنه نايم وبحلم بالاختراع. ليه؟ لانه حسيت ان هو موهبه من ربنا، وبعدين هديها لمصر. مصر هتبقى من الدول العظمى. ليه؟
لانك انت هتوفره من 70 مليار في السنه. يا عم انت بتاخد ب 12 مليون طن تسلمهم في السنه، ثمنهم 100 مليار. حلو، وفرت 40%، وفرت كام؟ 40 مليار. كتير قوي فعلا، صح. البنزين مصر بتاخد 7 طن ونص بثمنهم 75 مليار، وفرت 40%، وفرت 30 مليار. 30 و40 كام؟ 70 على سنتين 140. وسددت دين مصر. طيب بس. قول لنا بدايه الفكره جت والله إزاي؟ العظيم. بدايه الفكره. ربنا يا جدعان، بص انا اقول لكم، اتفضل. اما انا رحت في موقع معين ولقيت الناس بتتريق، والله بيتريقوا عليا. يعني في الاول الناس اتريقت على طبعا، ولا حد بيصدق. ولادي انا، ولادي انا جيت ركبت على الونش ده ثمنه 2 مليون جنيه، طيرتهم. عشان خايفين عليه. طبعا ثمنه 2 مليون، يعني احرق لك موتور وابوظ لك ونش ب 2 مليون. بس عشان حضرتك واثق في الاختراع صممت من ربنا، وربنا موجود طبعا، فصممت لان ربنا. هقول لك حكايه حلوه عشان الناس تفهم. اما موسى وهارون قال لهم روحوا لفرعون، قال لهم ايه بقى؟ قال لا تخافوا اني معكما اسمع وارى. يعني ربنا سمعنا دلوقتي وشايفنا. بدايه الجهاز كانت سنه كام؟ ده ايوه كام؟ الجهاز ده بديت بعد ما الريس، والله العظيم، سنه كام؟ والله العظيم، والله العظيم اللي بقول الحقيقه، بعد ما الريس دعا وقال لنا ما تخافوش يا مصريين في الكاتدرائية. ليه؟ لأن ربنا المسيحي ده مش كافر، مش كافر، بيعبد ربنا، ومنهم القديسين، مش كده برضو؟ يعني مش عايزين نكفر الناس. انا الحكم ربنا، حكم ربنا. انا اصلا متربي، كنت شغال عند صبري عياد، اشتغلت عند كمال بشاي. دولت كمال بشاي بالنسبه لي انا الاب الروحي، الاب هو اللي عمل لي كل الكلام ده. ربنا يا رب. ربنا. نفسك يا باشمهندس الاختراع ده يوصل لفين؟ للرئيس، ومش هتنازل ولا هدي سره لحد اللي جاياله. يا ولاد افهموا، جاياله عشان يخلي مصر اعظم دولة. سدد سر الاختراع ده الرئيس السيسي بس. طيب حضرتك ولا هسأل عنه. هتهديه لمصر اللي هي اغلى حاجه عندك. ايه؟ هتهديه لمصر اللي هي اغلى حاجه عندك. طبعا. هو الرئيس يبقى ايه؟ الرئيس يبقى مصر. يبقى مصر. لخدمه مصر. هو الرئيس يا جدعان. انا عارفه حضرتك اتفضل عشان تريح. اتفضل. الرئيس ده شايل على دماغه 100 مليون دولار. انت ممكن عندك 3 عيال تكلمي نفسك. انا بكلمكم الحقيقه، والله العظيم ما بفهم ولا اي حاجه. اللي عايزوا علينا بقى يقولوا. ربنا يوفقك يا رب. زي ما حضراتكم شفتوا اعزائي المشاهدين، كنا معكم اليوم في الاختراع الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده. الاختراع ده فلتر لتوفير سعر الوقود. الفلتر ده بيوفر بنسبه 40% من الوقود. في نفس الوقت الفلتر ده مصاحب للبيئه، صديق للبيئه، ما بيطلعش اي دخان او اي حاجه. يعني لو عايز تحافظ على عربيتك، ده اقل التكاليف اللي هيوفر لك 40% من البنزين. معنى كده ان هتوفر كل مره الفلوس اللي هتوفرها كل مره هتجيب سعر الفلتر اللي حضراتكم شايفينه ده. الفلتر ده طبعا احجام مختلفه، يعني ممكن العربيات النقل الكبير تحطه، ممكن الونش، ممكن العربيات الصغيره، ممكن ربع نقل، ممكن النص نقل. جميع انواع السيارات ممكن تحط الفلتر ده. وزي ما قلنا لحضراتكم برده والمهندس وضح ان الفلتر ده مريح جدا، وهو استخدمه وما فيهوش اي مشاكل وما بيأثرش على اي عربيات بأي مشاكل. ده شكل الاختراع، وطبعا ليه احجام مختلفه. بصراحه ده الفلتر